بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن بعض الاجراءات التجميليه للثه، قلنا ان احنا بنلجأ لها عشان نحسن من شكل ووضع اللثه. هكلمك النهارده عن بعض الاجراءات اللي الطبيب بيعملها لمعالجه مشاكل وامراض اللثه زي انحسار اللثه او الجيوب اللثويه او قص اللثه للغرض العلاجي، لان احنا سبق واتكلمنا عن قص اللثه التجميلي. وهنا المقصود ان احنا بنعمل حاجه اسمها الكراون لينثنينج، ودي معناها ان احنا بنطول الاسنان المتضرره للحفاظ عليها. وعشان اوضح لك الفكره دي خليني اوريك الصوره دي. هتلاحظ ان في اسنان متضرره والتسوس واكلها لغايه مستوى اللثه تقريبا. فهل يا ترى الاسنان دي قابله للعلاج وممكن نستفيد بيها، ولا مضطرين ان احنا نخلعها ونستبدلها بزراعه او بتركيبات؟ اللي انا جاي افاجئك بيه النهارده ان الاسنان دي ممكن نعالجها ونستفيد بيها ونطول عمر الاسنان، بس الموضوع محتاج شويه شروط، زي ان الشخص اللي بيعاني من المشكله دي محتاج ان صحته العامه تكون سليمه، يعني ما بيكونش بيعاني من مشاكل زي السكر او غيره، وكذلك طول الجذور بتاعه الاسنان دي يكون مناسب، لان هي لو جذورها قصيره مش هتكون الحل اللي انا هقوله ده مناسب ليه. وعشان اوضح لك الفكره بصوره اكبر، هتلاقي الدكتور هنا عمل قص للثه واعاده تشكيل للعظم المجاور للاسنان، وبالتالي شكل الاسنان بقت اطول، وبقى يسمح لنا ان احنا ممكن نعمل عليها تركيبات ونرجع الاسنان لوظيفتها ولشكلها الجمالي. وللاسف الحل ده في اطباء مش بيقترحوه على المرضى، وبيوجهوهم ان هم يخلع الجذور دي ويعمل زراعه، بس انا شايف ان هو حل مناسب وبيطول عمر الاسنان. تاني حاجه هتكلم عنها وهي انحسار اللثه، وانا سبق اتكلمت عنها بس النهارده هتكلم عنها بتفاصيل اكبر. ومعنى انحسار اللثه ان اللثه بتغير من مكانها الطبيعي وتنزل عن مستواها الطبيعي بملي او 2 ملي، ودي بتحصل لاسباب كتيره زي التدخين او بسبب عدم العنايه بالفم وصحه الاسنان بالفرشه والمعجون بالصوره المطلوبه، وكذلك اهمال الجير وتركه لفترات طويله متراكم، وكذلك بعض الامراض زي السكر او غيره. وكذلك في بعض البنات بيعملوا زي اللي هو الحلق اللي في اللسان، وللاسف بسبب احتكاك المعدن مع اللثه والاسنان، دي كلها اسباب بتسبب انحسار اللثه. طيب ايه حل مشكله انحسار اللثه؟ خليني في الاول اقسم لك ان انحسار اللثه مراحل ودرجات. لو انحسار اللثه بدرجه بسيطه، يعني في عندنا اللثه تراجعت بمقدار ملي ل 2 ملي، فده حله او التدخل المطلوب منه بيكون بسيط، بمجرد ان انت بتعمل تنظيف جير عن طبيب الاسنان، سواء الجير اللي فوق اللثه او تحتها. وقتها اللثه بتقدر ترجع ترمم نفسها وتعوض الجزء اللي فقدته. اما لو الجزء المفقود عندك من اللثه وفي جزء كبير انكشف من الجبر، وقتها بيبقى محتاج طبيب متخصص في امراض وجراحه اللثه عشان يعمل لك تنظيف عميق للجزء ده، وكذلك بيعمل بناء للجزء المتضرر من اللثه. وفي بعض الحالات الطبيب بيلجأ ان هو ياخد طعم لثوي من جزء اخر في الفم ويعيد زراعته في المكان المتضرر ده، ويعتبر الحل الجراحي لانحسار اللثه هو الحل الامثل. بعد كده هتكلم على الجيوب اللثويه، ودي يمكن مفيش كتير سمع عنها. بس يعني ايه الجيب اللثوي؟ الجيب اللثوي ده يعني ان في فراغ بين اللثه وبين السن. عشان اوضح لك الفكره بصوره ابسط، المفروض ان اللثه الصحيه بتكون لازقه على سطح الاسنان، اما لو حصل ان اللثه فقدت خاصيه التصاقها بالاسنان او بالانسجه المجاوره للسن، وقتها بيخلق فراغ بين اللثه وبين السن ويكون عامل زي الجيب، وده للاسف بيجمع بقايا اطعمه وبيجمع ان في بكتيريا بتدخل في المكان ده، وبيكون مؤلم للشخص. ولما بيروح يكشف عند الطبيب بيقول له ان اسنانك سليمه ما فيهاش اي تسوسات، ومع ذلك المريض مش مرتاح. ايه حل الجيب اللثوي؟ وده بيعتمد على حسب عمق وحجم الجيب اللثوي. لو الجيب اللثوي بمقدار بسيط، وقتها مجرد انك هتعمل تنظيف جير عن طبيب الاسنان وتنظيف للجيب اللثوي، هيرجع اللثه تلتئم وتلتصق في السن. اما لو الجيب اللثوي كبير وبيشمل كده سن وعمقه بصوره كبيره، وقتها محتاج تدخل من اخصائي جراحه اللثه عشان يعمل تنظيف عميق للجيب اللثوي وكذلك لجذور الاسنان، وبيعمل بعض الخطوات الجراحيه لشد اللثه وارجاع الصقها في سطح السن عشان ترجع اللثه لطبيعتها وتلتئم الجيوب اللثويه بصوره كامله.